ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الخير كله وحذرنا من الشر كله. أمري وأمركم وأمر الأمة زي الإنسان اللي صايم وبيتوضأ، ساعة ما يتمضمض كده عمال يلف وتف 50 مرة مخافة أن يصل إلى جوفه قطرة ماء. يعني هو بيتوضأ كده عمال يلف وتف 50 مرة و100 مرة مخافة إنه يوصل لجوفه قطرة ماء، وهو واكل مترين في الشارع، واكل المسجد، واكل الطريق، واكل المصفى، واكل حقوق الناس، واكل. هؤلاء إنما يضحكون على أنفسهم، إذ لو كان الإيمان باللسان لما خلد المنافقون في قعر النيران. ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني مش بمساواة الكافرين، لا، تحت أقدام الكافرين في نار جهنم، اللي هو بيقول بلسانه ما ليس في قلبه. أيها الناس اعلموا أنكم تتعاملون مع رب قال عن نفسه يعلم السر وأخفى، قال عن نفسه عليم بذات الصدور، قال عن نفسه لا تخفى عليه خافية، قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أيها الناس، العبد لما يتعامل مش يتعامل إن فلان معاه شهود ولا لا، فلان معاه وصل أمانة ولا لا، فلان معاه عدل ولا لا، يتعامل مع إنك لما جيت له واداك إنما أعطاك بالله، فلا تغفر ذمتك مع الله وعهدك مع الله. الرجل استدان من رجل 40 دينار وقال له السداد يوم 15/12 على سبيل المثال. فإجا ميعاد السداد، الرجل جهز الفلوس وراح عشان يأدي اللي عليه. لا، الرجل الأولاني اللي هو أعطاه قال له معاك شهود؟ قال كفى بالله شهيد. طب مين لو ما حصلش ومش سددت مين اللي هيسد؟ قال كفى بالله حسيبا. فالراجل لما اجى ميعاد السداد وخد الفلوس وراح علشان يوصلها، قامت العواصف والرياح والامطار والسيول وهاج البحر، ما عادش عارف يوصل للرجل صاحب الدين. فراح جايب خشبه وفاحر فيها وحاطط فيها الفلوس، وراح قافل عليها وقال يا رب الرجل اعطاني بك دينه وهو اللي وصله له ورماه في البحر. ربك يسخر الريح والعواصف والبحر ان تحمل الخشبه والدين لصاحب الدين. طب لما هديت الامور خد 40 دينار وراح يسد، مخافه ان اللي فات ما يكونش وصل. فلما راح للرجل قال له ديني وصلني في الميعاد، ديني وصلني في ميعاده. أقول إنه الإنسان اللي بيعطى بالله لابد إنه يؤدي لله، مش إنه عليا شهود ولا معاك واللي معاك جدم واللي معاك اعمله، وإذا كان معاك شهود هاتهم. أيها الناس، كلوا من الحلال الطيب وربوا أبناءكم وعالجوا مرضاكم بالحلال الطيب، واحذروا الحرام فإن الحرام لا يأتي بخير. اوعى تفتكر انك هتاكل وتشرب وتلبس وتتعالج انت وزوجتك وابنائك من مال حرام وهيبارك لك في مالك او في صحتك او في ولدك او في تجارتك او في اي شيء. احذروا ايها الناس، ليكن شعاركم شعار رسول الله القائل يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنك، اللهم ارفع